اتحاد الكورة اتحاد الكورة عمل بيان أو سرب خبر كده للإعلام، فيما معناه يعني، أو الحوار ملخص الحوار إنه كأس مصر هيتلعب من غير الدوليين، بس هيتلعب بالأجانب. يعني أنت عندك أجانب هيلعبوا معاك عادي، لأن هما مش هينضموا للمعسكر الأجندة الدولية إلا يوم 3/6. فهيلعبوا معاك عادي، أنت هتلعب يوم 29 فبيس هيلعبوا معاك عموما، يعني اللي هيلعب كل كأس مصر أو الدوري المصري يعني. اما الدوليين فلا، هم مش هيلعبوا معاك، يعني انت تلعب الدور 32. يعني مثلا الاهلي هيلعب مع الالمونيوم من غير الدوليين، انما يلعب بالاجانب. طبعا هو قبل ما يقول دي راح قايل لك ايه، السنه اللي فاتت الدور 32 كان بيتلعب من غير الدوليين ومن غير الاجانب، فالسنه دي يلا هنتكرم ونديكوا الاجانب ونسيب لكم الاجانب بيلعبوا معاكوا وبلاش الدوليين. طب ايه بقى ليه التركية دي؟ ليه قالك الدوليين والدوليين لأ والأجانب تمام؟ عشان حسام حسن زي ما نوه قبل كده او اتكلم قبل كده انه عايز يضم لعيبه الدوليه اللي هيطلع معاهم في المعسكر او اللي هتنضم للمعسكر بدري. وطبعا زي ما شفنا الازمه اللي حصلت اخر مره في البطوله الوديه اللي اتعملت دي ما بين مصر وكرواتيا وتونس، مش عارف كان مين معانا تاني. آه، ولعيبه الاهلي اللي جت متاخر، وكان عندنا ماتش بتاع سيمبا في دوري الابطال، فطبعا ايه الأزمة دي هي سبب البيان اللي طلع أول خبر اللي اتسرب من اتحاد الكورة أو اللي طلعه اتحاد الكورة في شكل خبري، يعني أو بيان في شكل خبري وبعته لكل الصحف. فاتحاد الكورة أعتقد إن الأهلي مش هيبعت لعيبته، لأنه أنت بعد ما عملت تنسيق مع كولر إن أنت تبعت الرجالة ويطلع حسام حسن يقول لك لا أنا أعمل اللي أنا عايزه وكله هيلعب وكله هيشارك واسم مصر. يعني اسم مصر على راسي، بس أنت مش هتلعب بطولة رسمية عشان تقول لي اللعيبة دي لا ترجع، لا ما تلعبش، لا أنا هلعب اللي أنا عايزه. أنت بطولة ودية خلاص، أنت كده كده بتلعب كرواتيا، فأنت مش يعني يا عم هتكسب كرواتيا، ما تبعت لعيبة الأهلي بدري عادي. يعني المشكلة إن ماتش واحد اللي يعني لو خسرت خلاص كده انت يعني هتطلع من كاس العالم، لا عادي يعني. فسيب اللعيبه عندها ماتش مهم في بطوله رسميه مش وديه. ما اسم مصر مش هيتاثر لما تلعب قصاد كرواتيا وانت ناقص 5 6 لعيبه من الاهلي اللي هو انت لعبتهم بشاركتهم في الماتش. طبعا شفنا اللعيبه حصل لها ايه في سيمبا لما كانت لما راحت شاركت في الماتش بتاع سيمبا. تقريبا اللعيبه يعني انت في اجواء صعبه، وكمان انت جاي اصلا مش عارف ما كملتش يومين على بعض ما بين سفرك يعني ما بين سفرك ووصولك لسيمبا وماتش سيمبا. ما كملتش يومين تقريبا على بعض، او اللي هم مش 48 ساعة، ما كملتش 48 ساعة بالظبط، يعني عدد ساعات ما كملتش 48 ساعة على الماتش من وقت الوصول لحد ما ريحتش 48 ساعة تقريبا. وصلوا قبل يوم الأربع، ماتش يوم الجمعة، فاللي هو مفيش يعني مش مكمل اليومين بالظبط على الماتش. طبعا مش عارف اتحاد الكوره عايز ايه تاني من الكره المصريه، يعني اتحاد الكوره عايز ايه من الكره المصريه؟ يعني انت عايز تاذيها اكتر من كده ايه؟ يعني ايه البوزيشن او ايه اللي انت هتعمله تاني عشان تاذي بيه الكره المصريه عموما؟ لان ده مش تصرفات طبيعيه، انت عمال نقول جدول ومتلخبط وي فتروح حاجه زياده اللي هو لا كمان مش هلاعبكم بالدوليين وحلاني بقى ندور على مباراتك تسخن. آم، مش فاهم يعني صراحة الاتحاد المصري اللي اصلا ما لهوش لازمة في الشكل العام لحد دلوقتي باي حاجة. مفيش اي حاجة، يعني مفيش اي اجراءات بتحصل او اي مشاكل او لخ انضباط بقى، مش انضباط ايا كان، مفيش حاجة بتحصل. بس مش ده يعني دي كده حتة على الهامش. بالصدفة لسه بقلب في التيك توك كده، فكان في فيديو لأسامة حسن مع معتز زين، فبيقول له اشمعنى ليه الاهلي اللي محتاج يكسب من 4 ماتشات عشان يلعب في افريقيا؟ يعني سيادتك هي دي امنيات الفريق؟ مش هقول لك ان الاهلي على طول متعود يوصل فهو عايز يوصل او ان هو المفروض يوصل، لا انا بقول لك هو الفرقه زي مثلا لما انبي كانت بتصارع مع المصري ان هي تلعب في كونفدراليه. هو اشمعنى الانبي هي اللي يوصل مش المصري؟ يعني هو دلوقتي الانبي واصل بفرق الاهداف عن المصري، ليه مش المصري هو اللي يوصل؟ سؤال غبي من كائن مش فاهم، يعني انا مش فاهم سامح حسن عايز ايه. بيقول لك اشمعنى الاهلي اللي محتاج 4 ماتشات؟ ايوه هو عنده 4 ماتشات او عنده 5 ماتشات محتاج يكسب منهم 4 عشان يوصل كونفدرالية. هو عايز يوصل، يعني هو انا بقول لك كسبه، هو بيقول هو عايز يكسب، يعني الاهلي هو اللي عايز يكسب، مش بقول لك كسبه لي ال4 ماتشات عشان يوصل.
في فرق. انت بتفكر منين؟ في فرق ان انا اقول عايز اكسب، ان انا اقول عايزك تكسبني. ما انا مش بقول لك كسبني الاربع ماتشات عشان اوصل افريقيا، لا مش بقول لك كده. انا بقول لك انا عايز اكسب الاربع ماتشات. يعني انت مستوعب؟ طيب يعني والله العظيم شكلك ما فاهم حاجه. سلام.